تغير مجرى التاريخ وتغيرت معها معاني الحياة البشرية في موعد هجرة النبي الأكرم من مكة إلى المدينة. رحلة في أعماق الصحراء ربطت خطوطا بين الوحدانية والإيمان. بدأ التقويم الهجري كفاصل بين شهور اعتمدت قديما وشهور محددة جديدة في الإسلام تبدأ في غرة ذكرى محرم. وهذه المناسبة باسمها تدل على مسماها، سميت المحرم، وآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا يعرفوا واش معنى المحرم. والله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم: إن عدد شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، يعني شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. توزيع هذه الشهور المحرمة وتحريم فيها الاقتتال وتحريم فيها سفك الدماء كأنها دعوة إلى أن هذا الشهر هو دعوة عالمية لحقن الدماء، كأنه دعوة عالمية لرد المظالم إلى أهلها. تعد ذكرى الهجرة النبوية في نفوس المسلمين ذات أهمية عظيمة بالغة لما لها من مكانة وأثر في نشر الدعوة الإسلامية. يحتفل فيها المسلمون استذكارا بمعاني الدين الحنيف والسيرة النبوية. هذا الشهر هذا وهذه المناسبة الطيبة نجعلها كمحطة لمراجعة الذات ومحاسبة النفس، أول لأنها شيء ديني، تربطنا بتاريخنا، تربطنا بعزة الإسلام، تربطنا بانتصارات الإسلام. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني هاجر من مكان اللي ربما فيه الكفر ولا فيه الشرك وفيه الآثام وفيه يعني الأذى، انتقل إلى مجتمع طاهر. كان هذا الشهر جاء لنا للصلح، كان جاء هذا الشهر للمصالحة. يستقبل المسلمون إذن سنة هجرية جديدة بكثير من التحديات وأفق مليء بالآمال والخيرات.